مساء الخير. اهلا بيكم معايا في حلقه من حلقات برنامج بدون رقابه، بس بدون رقابه نت مش ساتلايت. طبعا النت عطينا امكانيه هايله ان احنا كل واحد يطلع من مكانه ويطلع من اي دوله في العالم، وكل اللي محتاجه كمبيوتر وانترنت فقط لا غير. فبقى ايه، بقى لنا 6 سنين بنشتغل على الموضوع ده والحمد لله وفقنا، وفي زملائنا كتير عاملين برامج، واي حد فيكم يحب يعمل برامج اهلا وسهلا بيه، واي حد حابب ان هو يشارك معانا على الشات بالكتابه او بالصوت والصوره يطلب ده على الشات، يقول انا عايز اشارك بالصوت والصوره، او اذا كان عايز يشارك بالصوت فقط. ده طبعا في اي حلقه من حلقات البرامج بتاعت قنوات توت، وبرحب بيكم. احنا هنجيب من الاخر عشان احنا طبعا مدركين ان الناس يعني بقى لها سنة وشوية بتسمع كلام كتير ومفيش حاجات بتتحقق في ارض الواقع، او يمكن كمان نقدر نقول ان الحاجات اللي بتتحقق في ارض الواقع هي حاجات سلبية، يعني الى الخلف مش الى الامام. فرغم الكلام الكتير ورغم المشاعر الجميلة اللي انتابتنا كلنا كمصريين ويمكن العالم كله بالثورة المصرية، انما في حالة من الاحباط عند قطاع واسع الشعب المصري، وده طبعا لعب دور في اساس الاعلام. جزء من الاعلام، جزء هام من الاعلام او جزء كبير من الاعلام عمل شغل جامد قوي في انه يحمل الثوار والثورة اللي هم مش مسؤولين عنه. يعني الثوار عملوا الثورة وروحوا بيوتهم، وبعد كده اكتشفوا ان الحاجات اللي ما بتحصلش، فبدأوا ينزلوا الشارع تاني، ينزلوا الميادين وكذا. طبعا لكن هم ما حكموش، يعني ما هماش في كرسي الحكم، وبالتالي اللي في كرسي الحكم تقدر تحكمه. يعني لو الثوار بيحكموا خلاص هنقول لهم بقى انتوا ما فيش امن، طب مش عارف ايه والكلام ده كله. انما في حقيقة الامر الموضوع ده مزدوج، يعني له اتجاهين. الاتجاه الاولاني ان في رأي بيقول ان الامن ده مقصود، ان يبقى فيه رعب وارهاب وقلق للشعب عشان يكفر بالثورة، ان ده مقصود. بيقول لك بدليل ان وقت انتخابات كانت الدنيا 100 اشمعنى وقت الانتخابات؟ ده من ناحية. من ناحية تانية الثوار زي ما قلنا ما هماش بيحكموا البلد، وبالتالي ما هماش مسؤولين عن الامن. معلومة عن وزارة الداخلية ان هي ميزانيتها تقريبا قد ميزانية وزارة الصحة ووزارة التعليم مجتمعين. يعني الاثنين لما تجمع وزارة الصحة على وزارة التعليم وتحطوهم على بعض يطلع ده ميزانية وزارة الداخلية. طب ميزانية وزارة الداخلية كمان زادت بعد الثورة. طب الميزانية يعني القديمة، الرقم القديم كان 48 مليار تقريبا على ما اتذكر يعني. طب اذا كان هو زاد او هو حتى لو 48 مليار، ال 48 مليار دول فين في الشارع؟ يعني يا اما ترجعوا لنا 48 مليار واحنا نجند الشباب اللي مش لاقي شغل ده، يبقى هم امن زي الفترة بتاعت 18 يوم لما كانوا اللجان الشعبية عملت امن. طبعا فتح السجون وفتح الاقسام احنا عارفين او معظم الناس عارفة مين اللي مسؤول. فموضوع الامن ده مش مسؤولية لا الثورة ولا الثوار. ده رأي تاني بيقول ان الاقتصاد ما هواش بالفظاعة، لا ده في حاجات بتنمو وفي حاجات بتزيد وفي معدلات بتزيد، زائد الناس الثوار دول جزء منهم اولا يعني في عارفين في بطالة جامدة جدا، في بطالة شديدة يعني. طب البطالة دي اللي هي 10% ولا 15% ولا 20% ايا كان الرقم اللي هو رقم بالمئة، الملايين دول قاعد انت تقول لهم اشتغلوا، ما تعملوش اضراب، ما تعملوش اعتصام، ما تعملوش مظاهرات عشان الانتاج. اذا كان هم اصلا مش شغالين، اذا كان هم اصلا بيعانوا من البطالة، هيشتغلوا فين بقى؟ وبعدين الجزء الثاني بقى اللي هو مش بيعاني
الثوار ده مش معطل شغل الراجل، هو بينزل يوم الجمعة وبينزل كذا او بيقدر ينظم امور، لكن الانتاج بتاع البلد كلها، اقتصاد البلد كله ما هوش في ايد ثورة ولا الثوار عشان تقول الاقتصاد واقع اذا الثورة والثوار هم السبب. طبعا الاعلام نجح، هقولها تاني، الاعلام نجح جزء طبعا من الاعلام. دايما بقى خلينا نتفق ان لما اقول اعلام يعني بعض الاعلام، جزء من الاعلام. لما اقول الثوار يبقى جزء من الثوار، لما اقول مش عارف ايه، يعني دايما احنا ما بنعممش. اوكي، نتفق ان انا مش بعمم. اوكي، لكن عشان ما اقعدش كل شويه اقول بعض من الاعلام، الاعلام جزء من الاعلام. اوكي، جزء من الاعلام نجح في انه يخلي عدد كبير من الناس ترى ان الثوره والثوار هم السبب في كل اللي بيعانوا فيه، وكأن ال 30 40 سنه اللي فاتوا دول ما كانتش الناس بتعاني، كانت الناس عايشه مبسوطه. لا طبعا، بدليل 18 مليون اللي نزلوا دول مندوبين عن الشعب المصري، نزلوا عشان الناس مش عاجباهم وتعرضوا للموت وسقع العيون والاصابات والعاهات، مش عاجباهم، ما كانوش نزلوا 18 مليون. دول بقى مش زي بتوع الانتخابات. الانتخابات لهم اهداف سياسية، عايز كرسي الحكم، كرسي الوزارة، كرسي مجلس الشعب، كرسي مجلس الشورى. انما اللي نزل في المظاهرات قبل الثورة ده لا هو كان عايز كرسي ولا ترابيزة، ده هو تعب خالص ونازل قال لك يا موت يا الحياة دي تتغير. لما ما اتغيرتش طبعا بقى يعني وضع يجن، يعني اذا احنا ضحينا بنفسنا وعملنا كل العمايل دي عشان خاطر نتخلص من الوضع الصعب اللي احنا فيه، ازاي بقى احنا في حاجة طبعا مش حلوة فيما يتعلق بالناس اللي شاركت في الثورة. بقول تعبير مش ظريف خالص، انا مش بحترمه، اللي هو حزب الكاميرا. مفيش غير سائر مجنون هو اللي يشتم جماهيره. السائر ده هو اصلا نازل عشان الناس دي، وهو اصلا محتاج الناس دي. الناس دي هو محتاجهم في المظاهرات وفي الاعتصامات وفي الاضرابات، في كل حركة بيعملها السائر هو محتاج من الشعب. فمش معقول يقعد يستهزأ من الشعب ويقول حزب الكاميرا ومش حزب الكاميرا، كلام يعني بصراحة بشع. وانا ما اعتقدش اي من شباب الثورة اللي انا بتعلم منهم حتى هذه اللحظة، ما اعتقدش ان هم بيستخدموا هذا التعبير اللي هو بتاع مش عايزين نكرره كتير ده. طبعا مهند بيسأل، بس يا مهند لسه احنا معانا ضيف عظيم عايزين نقدمه ليكوا، نأجل الاسئلة شوية لغاية من هي مقدمة بسيطة انا خلصتها، وهنبدأ نخش في موضوع الحلقة. ومعانا ضيف مش عايز اقول خطير عشان ما بقاش يعني بورطه في اي حاجة، انما هو حد مهم جدا وحد محترم جدا وحد بيلعب دور خطير في الحفاظ على ثروة الشعب المصري. بيحاول طبعا لان هو مش مغسل وضمن جنة يعني. الموضوع بتاعنا النهاردة عن الاستخدام السياسي ليه كذا، الاستخدام السياسي ليه الدين، الاستخدام السياسي ليه الرياضة، الاستخدام السياسي ليه الفن، الاستخدام السياسي ليه القانون. القانون بقى هو يعني احنا عارفين ان الدولة بتستخدم الدين، المؤسسات الدينية ورجال الدين في اعمال السياسة، ثم تنادي ان بفصل السياسة وانها ما تستخدمش في الدين وتحررين وكذا، وكانوا بتحرموا بشكل شكلي، لان احنا شفنا في الانتخابات استخدام الدين في السياسة كان يعني على عينك يا تاجر، مفيش اي حد جرى له اي حاجة رغم القوانين. فالقوانين دي فعاليتها، ويمكن ضيفنا هو اللي هيكلمنا في النقطة دي اكتر، فعاليتها مش في الورق، فعاليتها على ارض الواقع. لان الفايدة الاساسية من اي قانون او من اي اجراء يعني قانوني هو الردع. يعني انت لما تحكم على واحد سرق بالسجن او واحد قتل بالاعدام
اعدام او كده. انت لما تعدمه مش هترجع حياة الانسان اللي هو قتله. انما الهدف الاساسي من اي عقوبة قانونية هي الردع، ان الاخرين ما يقتلوش او ان الاخرين ما يسرقوش وهكذا. الدولة بتستخدم الدين، مؤسسات دينية ورجال في في العمل السياسي، ثم تصدر قوانين وتقول احنا مش عايزين الناس يستخدموا الدين في السياسة. وبعدين ايضا كمان شفنا في مذبحة بورسعيد اللي راح فيها ظهرت شباب مصر، اجمل وانظف وارقى وانقى الشباب اتذبح في بورسعيد. وفي بورسعيد مش صدفة طبعا، لان من ايام السادات كان في هدف تجاه بورسعيد. بورسعيد معروفة في التاريخ المصري انها دولة البطولات. لما يجي سادات يخلي بورسعيد بالذات هي المدينة الحرة، المدينة المفتوحة، هو ما كانش بيعمل ده اعتباطا، انما عشان يمحي صورة بورسعيد البطلة، بورسعيد ال56، بورسعيد المقاومة، زي كل مدن القناة. وفي الحقيقة هو ما قدرش يعمل ده، السادات ما قدرش يعمل ده، ولا مبارك قدر يعمل ده، لان ما زال شعب بورسعيد عمره ما هيتغير لمجرد ان هو حط لهم منطقة حرة وتجارة ترانزيت وحاجات كده. استاذ مهند، انا برجوك تأجل اسئلتك، انا مش لاحق اقراها دلوقتي. لما يبقى معانا الضيف هنبدأ نجاوب على الاسئلة يا استاذ مهند من فضلك. طبعا نسيت ارحب كل الاصدقاء اللي توخي ومحمد حمدي ومهند واحمد المليهي، اهلا بيكم كلكم طبعا منورين. كنت بقول بقى استخدام سياسة في الدين، استخدام السياسة في الرياضة، استخدام السياسة في الفن. شفتوا انت ايام معركة مصر والجزائر، معركة مفتعلة، كانت زفة للعريسين. العريس مين كان؟ عريس الغفلة اللي كان هيورثنا. كانوا اخدين اعلاميين وفنانين ومسافرين السودان عشان ترجع الزفة بالعريس، وده يبقى تتويج. ولكن كرسي في الكلوب والزفة قلبت ضلمة يعني اياميها، انتوا فاكرين. وازاي يستخدموا الرياضة في تحريض وضد الشعب الجزائري اللي هو شعب ايضا بطل زي شعب بورسعيد كده، شعب بطل وقدم تضحيات عظيمة. كمان اخيرا بقى نوصل لموضوع حلقتنا النهارده، اللي هو استخدام السياسة في قانون. يبقى عندك مثلا قانون بيقول محدش يمارس عمل جمعيات اهلية او خلافه الا كويس، فانت تسيب ناس تقعد تشتغل 5 سنين و10 سنوات يعني وما تجيش ناحيتهم رغم ان هو معهمش رخصة. وبعدين تيجي في وقت بقى معين، هو انا بقى التوظيف السياسي، وتقوم ايه عامل بقى. طيب على الجانب الاخر في ناس بيشتغلوا من غير رخصة وانت سايبهم، وناس كانوا شغالين من غير رخصة سنوات وبعدين انت بتحاكمهم. اولا انت ليه تقوم السنوات دي كلها؟ نمرة 2، فين المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن ان دول بيمارسوا مواد بدون رخصة، ما قدمتهمش هم كمان للمحاكمة. يعني انا كمسؤول دلوقتي سايب واحد، دي من ضمن تخصصاتي ان انا اشوف كل واحد معاه رخصة ولا لا. في واحد معهوش رخصة شغال، انا كمسؤول مش اول واحد اتحاسب انا كمسؤول، ولا الراجل اللي بيشتغل من غير رخصة هو اللي يتحاسب فقط. طبعا احنا ضد التمويل الاجنبي والكلام بقى الايه اللي انتوا فاهمينه ده، التمويل الاجنبي، وان في اصابع خفية وفي طرف تاني. يعني العالم كله دلوقتي تتآمر على مصر وعايز يموت مصر وعايز يهد مصر والكلام اللي انتوا فاهمينه ده، اللي هو جزء من الاعلام الفاسد اللي احنا كنا بنتكلم عليه. هقول لكم بقى مفاجأة النهارده استاذ المناضل، انا بحب اسميه المناضل، شحاتة، محمد شحاتة. هو محامي بس مش مجرد محامي، هو في الحقيقة زي ما اقول مناضل. وجهده وطاقته وعلمه وخبرته
المركز العربي للنزاهة والشفافية، وصاحب مبادرة معا لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وصاحب العديد من الدعاوى القضائية الوطنية للدفاع عن أموال مصر. هو عمل دعوة شهيرة جدا، يقال ان دي كانت اكبر عملية احتيال في التاريخ، اللي هو عملية بيع بنك اسكندرية للشركة الايطالية. ده يقال ان فيها اهدار ل 3.5 مليار دولار من فلوسكم، من المال العام، من فلوسكم، من فلوس الشعب المصري. 3.5 مليار دولار، مليار دول يساووا كام بقى مصري؟ تقريبا 21 مليار جنيه مصري. 21 مليار جنيه مصري في صفقة واحدة. 21 مليار جنيه مصري ضاعوا في صفقة واحدة. ولما يتكلم على الحد الادنى للاجور يقول لك اصل مفيش فلوس عشان ندي اجور. ده 21 مليار. وقبل الصفقة تتم كانت الدولة دافعة ديون على بنك اسكندرية قبل ما تبيعه، كام؟ 9.11%، يعني قول 9 مليار جنيه ديون على بنك اسكندرية راحت دفعاها الحكومة المصرية الاول، سددت الديون بتاعت البنك وراحت بايعاه بالخسارة ب21 مليار. حط عليهم التسعة يبقى خسران 30 مليار جنيه. اوكي. شحاتة، محمد شحاتة هو صاحب هذه الدعوة. مش هتعرفوا مين اللي الدعوة الثانية بقى دعوة طازة لسه مقيمها الاستاذ شحاتة النهاردة الخميس. دي بيطالب فيها بحظر استخدام اسم اخوان المسلمين وتجميد كافة انشطتها وحساباتها المصرفية واغلاق جميع قرها وحظر استخدام اسم الاخوان المسلمين اعلاميا لممارستها العمل بدون ترخيص. ده اللي كنا بنقوله من شوية، اللي هو الانتقائية، ان انت تنقي ناس تقول دول انا اقبض عليهم عشان خاطر ايه بيشتغلوا من غير ترخيص، وعندك ناس كتير تانية انت عارفها بيشتغلوا من غير ترخيص بس مش بتقبض عليها. ده الاستخدام السياسي للقانون. النهاردة الاستاذ شحاتة كان عامل قضية بيطالب فيها بتجميد كافة انشطة جماعة الاخوان المسلمين، وبيقول ان ازاي يتم حالة 43 متهم اللي محكمة الجنايات بتوع الجمعيات الاهلية لنفس السبب ان هم معهمش ترخيص، في حين ان جماعة الاخوان المسلمين ما عندهاش ترخيص وعندها مقر في كل المحافظات وعندها حسابات في البنوك وعندها. في الحقيقة انا عايز اقول ملاحظة قبل ما ارحب بالاستاذ شحاتة، هي ان انا شخصيا مش ضد جماعة الاخوان المسلمين، وانا اعتقد ان هم دفعوا في طوال السنوات الماضية، بس ما فيش شيك على بياض احنا بنديه لحد، يعني بمعنى ان هو مناضل وبالتالي فاحنا نقبل اي حاجة غلط لمجرد ان هو مناضل. لا، الاخوان المسلمين 80 سنة بيناضلوا عشان ياخدوا حقهم، وده حقهم ان هم يعملوا حزب سياسي زي ما عملوا الحرية والعدالة، وهم ناس شرفاء يعني بيحاولوا ان مصلحة الوطن من وجهة نظرهم، لان برضو مصلحة الوطن دي حاجة نسبية، انا اشوفها بطريقة والاخوان المسلمين يشوفوها بطريقة والاستاذ شحاتة يشوفوها بطريقة وهكذا. فمصلحة الوطن دي حاجة بين قوسين كده، حاجة مش جامدة ثابتة، احنا كلنا عارفين يعني ايه مصلحة الوطن يعني. فانا حبيت بس اقول ان الحلقة دي مش موجهة ضد الاخوان المسلمين، ولكن كنت انت بتحول ناس لمحكمة جنايات عشان معهمش رخصة، فالاستاذ شحاتة بيسأل ويقول طب طيب ليه جماعة ضخمة زي دي بدون رخصة؟ سؤال محرج طبعا. استاذ شحاتة اهلا بيك ومشرفنا، وبعتذر على المقدمة الطويلة دي، لكن انا هسيب لك فرصة ان انت تقول بقى كل ما عندك، وسواء هنبدأ ببنك اسكندرية او بجماعة الاخوان المسلمين كما تشاء، وانت النهاردة مشرفنا فعلا.
اهلا بيك يا استاذ سعيد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل. انا هسيب لك الميكروفون. لا انت حضرتك حد تشوف عايز تبدا ايه وانا تحت امرك، يعني شوف عايز تبدا ايه. انا قلت كل اللي عندي دفعه واحده، وانت عليك ان تختار وتتكلم بطريقتك وزي ما انت عايز يعني. والناس على الشات سخنين جدا، قاعدين بيسألوا حتى اثناء المقدمة. توخي بتقول ايوه في تمويل اجنبي لمنظمات كتير. في دقيقة واحدة اقول لك برضو في سؤال تاني. مهند بيقول مقالات الثمانينات مهند، والسؤال هو ان الدولة لما تتحول للديمقراطية وهيحصل صغار كان المفروض انه الدولة تنجز للأسوأ. ازاي يا مهند الدولة لما تتحول للديمقراطية تنجز للأسوأ؟ انا مش فاهم يا مهند. اوكي. مادو بيقول هل فعلا في تمويل اجنبي للمنظمات دي؟ توخي بترد عليه بتقول له ايوه في تمويل اجنبي للمنظمات. استاذ حتى الناس مشغولة بموضوع التمويل الاجنبي ده. يعني في تمويل اجنبي، ايوه في تمويل اجنبي بياخدوا فلوس وبتاع، يعني عملاء كده يعني. فمتهيألي الموضوع ده اللي عايز يتوضح في الاول اذا تحب يعني. شوف يا استاذ سعيد، هقول لحضرتك حاجه. هو التمويل الاجنبي كتمويل مفيش فيه اي مشكله، بدليل ان قانون الجمعيات بتاعنا بيسمح بيه، بس لازم يمر على الجهه الاداريه او تبقى عارفه بيه. يعني القانون نفسه بيسمح بالتمويل الاجنبي، والتمويل الاجنبي في ان احنا ناخدها على اطلاقها تمويل اجنبي. المساله لها شكل مختلف خالص، ولها مهند بيقول اقصد انه مفتعل. هي فعلا قضيه مفتعله مهند، هي فعلا قضيه موضوع سياسي بالدرجه الاولى وتمثيليه، وهتنتهي والناس دي كلها هتاخد براءه. لكن عايز اوضح بس انه التمويل ما يجبش ناخد الكلمه على اطلاقها. التمويل ده عباره عن يعني منظمه مجتمع مدني قائمه وموجوده بتعمل حاجه اسمها مشروع. بتقول في المشروع ده للجهه اللي منها تمويل، بتقول ان انا عايزه انمي كذا، او ان انا اعمل دورات تثقيفيه للناس في مجال كذا، او عايز اعمل توعيه بمخاطر كذا، او عايز اعمل كتاب اضيف فيه للناس ووزعه مجانا وهكذا. ده بيسمى مشروع. بيقوم طالب التمويل، المايك كده كويس، بيقوم طالب التمويل فيه بكتابة هذا المشروع وتقديم الممول. والممول عادة بيكون جهة حكومة، مثلا حكومة أوروبية أو الحكومة الأمريكية أو أي جهة من الجهات المانحة. والجهات دي مخصصة أموال عندها لتنمية الشعوب اللي زينا، الشعوب اللي هي نامية، أو جهات مثلا زي مايكروسوفت بتعمل عندها مؤسسة خيرية بترصد بعض الأموال لهذه المشروع. وبالتالي الممول بيقرأ المشروع ويدرسه، وإذا كان فعلا المشروع بيخدم البيئة أو بيخدم طبقة معينة من الناس بيبدأ يراجع المشروع ويراقبه ويصرف الفلوس دي على دفعات أو على حسب طبيعة المشروع. إذا الأصل في التمويل إنه عمل كويس، يعني عمل بيقدم خدمة الحكومة نفسها ما بتقدمهاش. الحكومة ما عندهاش وقت ولا عندها فلوس انها تقعد تعمل دورات تثقيفية وندوات وتعمل وتقوم بدور المعلم للشعب. يعني يا ريت انها تقوم بس بدور انها تعالجهم او انها تقدم لهم خدمة تعليمية تعلمهم او كده. وبالتالي هذا الدور دور جميل جدا وبتقوم به الجمعيات الأهلية اللي هي احنا عندنا قانون اساسا بينظم عملها. طيب اذا التمويل على اطلاقه ليست مسألة مشينة
وليست مسألة مخالفة للقانون، لأن القانون بيوافق عليه. الصوت أنا مش عارف هل مشكلة الصوت واصل ولا إيه. أنا قربت المايك خالص على الآخر يعني. إنما عايز أوضح إنه لما يبقى في دولة عايزة تنظم تمويل سياسي من اللي هو الإعلام بيشتت الناس دي، مش هتدي لحد فلوس تبعتها له على حسابه المصرفي أو على الجمعية الجهة دي، ده هتديك منطقة وتدل يعني كان التمويل ده في نوع من الخيانة أو في نوع من التجسس أو في نوع من الخطوع. يا جماعة مش هتيجي الفلوس دي على الحسابات المصرفية والحكومة تعلم بيها بشكل رسمي، هيجيبها له في شنطة. لكن النهاردة هذه الجمعيات الأهلية وهذه المنظمات الأهلية بدأت ترعب الحكومة، وبدأت هي العامل المساعد على استمرار الثورة، وبدأت هي اللي تحمس الثوار وهي اللي بتساعدهم على استكمال ثورتهم. ولأن النظام القائم حاليا لا يرغب في استمرار الثورة ويرغب في إكمالها، فكان لابد انه من ضمن خطته على القضاء على الثورة انه يرجع الجمعيات دي او يقدم بعضها للمحاكمات هتنتهي كلها بالبراءة، وانا بأكد لكم ده. وبالتالي مواعيد قصة التمويل اللي شغالة حاليا او قضايا التمويل اللي شغالة حاليا دي كلها فيها شرك وملهاش اي لازمة خالص وهتنبقى للناس دي كلها. انا هتسمعكم اقرا بعض الحاجات عشان محمد. انا بما ان انا دخلت في التمويل كده واحنا من بنات اخوان انا شرحت بالنسبة لمهند سؤالك صورة وانت يكون غير مشروع، انا شرحتها. لو جيت شنطة ولا انا ولا انت ولا حد يعرف بيه ولا الحكومة نفسها تعرف بيه، انما لو هو مشروع بيجي على حسابات مصرفية رسمية والحكومة بتعلم بيه، وعلى فكرة الجهات دي بتخسر الجهة الإدارية بمجالهم تمويل. 6 أبريل ده موضوع كبير جدا يشمل الفضائيات الخاصة، يعني أنا أمشي في رسالة تمويل مهم الذي يكون معاه مؤخر جماعة مؤخرة داخل مصر. طيب ننقل على جماعة نرجو قراءة الشاب بصوت مسموع خاصة ان في ناس تحولت وقبضت الضجر. طيب هننقل على لأن موضوع التمويل بيقودنا للحديث عن جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين يا جماعة ما نعرفش انشاءت ازاي في الثلاثينات، ما فيش معلومة رئيسية انها انشاءت ازاي، ولكن اللي حصل انه بعد ان اثاروا بعض القلاقل سنة 48 قام على اسرها نقراش باشا بحظر الجماعة، وبعدين فضلت محظورة مدة، وبعدين جت بعد الثورة حصل تقارب ما بينها وما بين الجمال عبد الناصر لانه تقريبا ساعد الثورة في شيء، وبدأ يقربهم ليه وحاول ان هو يعين منهم وزيرين في الوزارة، كان احدهم البقوري لوزارة الاوقاف، ولكن الجماعة اعترضت على مسألة تعيين البقوري على الرغم انه منهم واجبروا البقوري على الاستقالة للأسف الشديد. بعد كده بدأ يحصل بين الجماعة وما بين النظام الحاكم وقتها وما بين جمال عبد الناصر، بدأ يتدخلوا في شؤون الحكم وبدأوا يقولوا له شيل ده وحط ده. فبعد ده حصلت حادثة المنشية، فحصل الاضطهاد الكامل لجماعة المسلمين جماعة الإخوان المسلمين، وحظرهم جمال عبد الناصر تاني، أصدر قرار بحظرهم تاني. بعد كده في التسعينات جه الرئيس السادات برضه حصل نوع من التقارب ما بينهم وما بينهم، وقال لهم اطلعوا اشتغلوا. كان وقتها قصد يعني يحارب الشيوعيين، ما نعرفش انه بيجيب لنا حاجه افضل بقى الشيوعيين، المهم انه سمح لهم بالعمل وقال لهم حاولوا تكملوا وضعكم على حسب قانون الجمعيات الاهليه اللي هو كان شغال، اللي هو كان قائم وقتها.
لكن هم للأسف الشديد رفضوا، ودي بعدهم بعد حسني مبارك برضه عرض عليهم في بداية حكمه ان هم يقيموا وضعهم على حسب قانون الجمعيات الجديد، رفضوا وبقت حتى المسلمين بلا ترخيص. جماعة الإخوان المسلمين تعمل بلا ترخيص، وبالتالي هي ليه اختارت انها تعمل بلا ترخيص؟ هي اختارت انها تعمل بلا ترخيص علشان ما تخضعش لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لان كل الجمعيات المرخصة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ماليا، وبالتالي هم عايزين يبعدوا عن المنطقة دي، فرفضوا موضوع الترخيص تماما وما زالوا يعملوا لحد ما انشأوا حزب سياسي كلكم عارفين ان هو حزب الحرية والعدالة، وبيشتغلوا دلوقتي من خلال الحزب في العالم. طيب احنا الحزب على عيننا وعلى راسنا، ولكن يا جماعة لابد ان احنا نعرف مصادر تمويلها ايه، ده احنا ما نعرفهاش، ولابد انها تكون جماعة مرخصة، لان هذه الجماعة تمتلك مقال وعليها رخص بتقول ان ده مقالهم، يبقى انا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين او المتحدث الرسمي في جماعة الإخوان المسلمين او عضو مكتب الشيخ. كل ده المفروض ان يبقى في كلام قانوني للناس اللي بتقول انا عضو جماعة الإخوان المسلمين او انا مرشد جماعة او انا المسؤول عن جماعة الإخوان المسلمين، لان لابد ان يبقى في كلام قانوني يستند لده. يعني هو مجرد اليافطه اللي نحطها على مبنى ويكتب عليها جماعة الإخوان المسلمين لابد ان يبقى مرخص. طيب اما النهارده بنحاسب منظمات مجتمع مدني كتيرة علشان بتعمل بدون ترخيص. طيب اشمعنى جماعة الإخوان المسلمين من هذه التحقيقات؟ اشمعنى استثنينا جماعة الإخوان المسلمين من الخضوع لرقابة الأجهزة ورقابة القانون في مصر؟ هي ليست جماعة فوق القانون ولا بد أن تخضع. وبالنسبة اللي بيقول فعلا في اتفضل يا سيد. عايز اسألك يعني برضو عشان يبقى ايه من عفشة بالنسبة يعني كان الواحد بيقرأ كل شوية اخبار ان في تمويل مش بس امريكي ولا اوروبي ولا غربي، كمان على الناحية الثانية في تمويل عربي وتحديدا خليجي طبعا، على اعتبار بقية العرب بيجين ايه ربنا يزيدهم يعني عندهم فلوس كتير قوي. فيقال كل شوية ان في مش عارف 200 مليون جم مش معانا في دولة ايه في الخليج، 100 مليون 150 مليون وهكذا. فاحنا يعني يمكن الاعلام مركز قوي على التمويل الايه الغربي وخاصة الامريكي، ويعني بصراحة الواحد مش عارف يعني من ايام السادات والسادات قال لك 99% من اوراق اللعبة مع امريكا، وعلاقتنا الرسمية كحكومة مصرية من بعد حرب 73 لغاية النهاردة العلاقة الرسمية بين الحكومة المصرية او السلطات المصرية والولايات المتحدة الامريكية سمنة على عسل. طيب هل في تمويل تاني من الناحية التانية من الناحية العربية؟ وايه حقيقته بقى؟ يعني مين بياخد تمويل وتمويل كام؟ وليه ما حدش بيدقق في التمويل اللي جاي من المنطقة العربية اللي ناس بعينها في مصر؟ يعني يا ريت نتكلم في الموضوع. الو ايوه اتفضل. بص يا استاذ سيد، النظام فقط يوم 11 الو ايوه النظام فقط يوم 11 فبراير سنة 2000 النظام فقط يوم 11 فبراير سنة 2011. يوم 20 فبراير ويوم 21 فبراير احنا عندنا جمعية اسمها جمعية أنصار السنة المحمدية. 20 فبراير كان مازال المصلحي وزير للصدام. يوم 20 فبراير وافق لجمعية أنصار السنة المحمدية على تمويل من دولة قطر بيقرب حوالي 170 مليون جنيه. ويوم 21 فبراير وافق على تمويل لنفس الجمعية من دولة الكويت بحوالي 180 مليون جنيه. وبالتالي هذه الجمعية حصلت على ما يزيد على 300 مليون جنيه يوم 21 فبراير. لك أن تعلم أن هذه الجمعية لم يوافق لها على مر تاريخها على أي تمويل خالص، لأنه النظام لما سقط كان بيصدر لنا الإسلاميين علشان يتصدروا المشهد، علشان
لأغراض معينة يكون شرحها في البرنامج. ولكن أنا هكمل إن هذه الأموال هي اللي تم الصرف منها على السلفيين الذين كانوا يعرضون الثورة، السلفيين الذين لم نكن نسمع لهم أي دور في الحياة العامة أو في الحياة السياسية قبل الثورة. فجأة قبضوا على الثورة وفجأة حصلوا على 25% من مقاعد البرلمان. محدش في الناس الجميلة المحترمة الشعب الطيب ده سأل نفسه الناس اللي كانت بتصرف ببذخ دي في الانتخابات جابت الفلوس دي منين؟ حد سأل نفسه السؤال ده خالص. السلفيين جابوا الفلوس دي منين؟ هي دي الفلوس اللي دخلت على الانتخابات. قانون الانتخابات معانا الأستاذ بيقول انا شايف ان مجلس الشعب دلوقتي له دور كبير جدا، بس حاسس ان في ناس مش عاوزاه انه يقوم على رجله، خاصة ان في ناس عاوزة تنتقم من الداخلية، خاصة ان في ناس كتير اكتر من نص المجلس كان مسجون في العهد السابق. دي مداخلة معاند. محمد حمدي بيقول هل دولة قطر لها دور في التمويل داخل مصر؟ سؤال ذو مغزى يا استاذ محمد. محمد بيقول استاذ شحاتة انا لا انتمي الى اي دولة قطر. اتفضل. تقول ان هو ينتمي لاي حزب، ينتمي براحته يعني عادي، يعني ينتمي او ما ينتميش دي مسألة حرية دي براحته. لكن انا عايز ارجع لموضوع تمويل دولة قطر. هي لا طبعا بالعكس، هو الفترة اللي جاية المفروض كل الناس تنتمي لاحزاب على فكرة. دولة قطر هي يعني هي بتمول الاسلاميين فقط، يعني دولة قطر تمويلها اسلامي بس في الصعيد، لان هي لها اغراض معينة برضه زي ما انا قلت يكون شرحها، لان هي بتسعى فيه خاص بيها في مصر. وهذا اللوبي لا يخلق الاسلامي بس ان هو يبقى منتمي. لو قطر حتة البلد اللي قد خبرة دي عربي، وطبعا يعني شيء يعني انا اسف ان انا اقول دي مسخرة انه احنا نسمح لهم انهم يتدخلوا الدولة بحجم مصر. مصر دولة كبيرة جدا يا شباب، اللي سافر بره هو اللي يعرف قيمة مصر بجد. انا عايز اقول انه احنا اتزرع بينا، ده مش حقيقي. العرب بيحبونا جدا 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 جدا، العرب باستثناء قطر. العرب عايزيننا، يعني العرب بصينا ان احنا النبراس اللي هيمشي وراه. مستنيين مصر هترسى على ايه بعد ثورتها، علشان ده هيعيد تشكيل الدول العربية وهيتوقف عليه مستقبل العالم العربي. صدقوني احنا لينا ثقة، واحنا دولة كبيرة جدا جدا ودولة غنية جدا 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 بمواردها الطبيعية. وبالتالي انا بتصور حواليها علامات استفهام كثيرة جدا جدا جدا. ومسألة في حد كاتب هنا حاجة عليها في السعودي، انه مجلس الشعب وان الناس كانت داخلية. صدقني اللي كاتب، مين اللي كاتب انه مهند؟ صدقني يا استاذ مهند، تقريبا مهند برضه. انا شايف ان مجلس الشعب دلوقتي مهند ان ما فيش حد كاره الداخلية، ما فيش حد كاره الداخلية يا مهند الا فنون النظام السابق. ما حدش بيعمل الواقعة دي الا فنون النظام السابق. ما فيش سائل محترم كان قدام وزارة الداخلية، ما فيش سائل محترم عايز يقتحم الداخلية دي على راسنا من فوق كلنا. واحنا عايز اقول لك انا كنت فرحان جدا، بدأت تشتغل وكل يوم كنا بقرا في الجرايد مش عارف مين ومسكوا كل رؤوس الجرام دي، واحنا كنا سعداء جدا. لكن ده للاسف الشديد لم يسعد فنون النظام السابق، لان هم عايزين الفوضى تستمر، وده مخالف لمنظومتهم.
انا اكبر يعني عايز تحليل اكبر عملية تركزوا معايا فيه شوية. لو سمعني اكبر عملية احتيال في تاريخ مصر، ده موضوع يستحق ان احنا نديله ولو جزء من الوقت، عشان يعني الوقت بياخدنا، وموضوع التمويل كبير طبعا مش هيخلص، لكن اكبر عملية احتيال كما سمية يعني اللي هي دعوة بطلان وفسخ عقد بيع بنك الاسكندرية. يا ريت تكلمنا في ده. احنا عارفين طبعا ان في قرار من المحكمة بحظر نشر الجلسات، لكن احنا مش بصدد نشر الجلسات، انما بصدد القضية اللي حضرتك تقدمت بيها للمحكمة عشان بطلان وفسخ عقد بيع بنك اسكندرية اللي خسرنا فيه مذكرتك 21 مليار جنيه فرق، يعني تقييم للبنك وفروعه، وكمان سددنا للبنك 9 مليار جنيه قبل ما نبيعه، يعني خسرنا وفقا لمذكرة حضرتك حوالي 30 مليار جنيه، وان البنك ده له 188 فرع وله اراضي سكنية في وسط البلد وفي الجيزة وفي القاهرة، وبيساهم في 12 مشروع و13 صندوق و100 شركة. يعني بيع البنك ده هيجي بخراب على ناس كتير وعلى شركات وطنية وعلى موظفين وعلى عمال وكذا. يا ريت تكلمنا في القضية دي من فضلك. والله يا استاذ سعيد، يعني مش عايز اقول لك انه القضيه دي يعني من اخطر القضايا، والموضوع ده من اخطر الموضوعات ومن اخطر موضوعات النصب والاحتيال اللي حصلت في تاريخ مصر. لك ان تعلم انه بنك اسكندريه قبل بيعه، اولا بنك اسكندريه كان بيحقق ما يقرب من 150 مليون جنيه مصري ارباح قبل البيع، والموازنات بتاع اللي هي الميزانيه الاولى موجوده قبل ما يتباع وفيها، فما كانش في اي بيع حاجه بتكسب 550 مليون جنيه في السنه. لكن نعود لوقت البيع او موضوع البيع. بنك اسكندريه الجهه اللي كانت بتشتريه في الوقت ده كان سان باولو، طلبت على الحكومه المصريه انها تنظف محفظه البنك قبل، وتنظف محفظه البنك دي كان لفظ غريب جدا او طلب غريب جدا، انها تسدد كل الديون اللي على البنك، اللي لصالح البنك، الديون اللي هي المدين بها شركات او للبنك. والحكومة فعلا تسديد الفلوس دي من صندوق في البنك المركزي اسمه صندوق تطوير البنوك، تمدير 600 مليون جنيه مصري، مليار 600 مليون جنيه مصري، مليار 600 مليون دولار، لا انا اسف، مليار و200 مليون دولار، مليار و200 مليون دولار، ده البيعة نفسها او الصرف كانت بمليار و600 مليون دولار. المهم كان سداد ديون لشركات كانت تقدر تسد الديون دي، وتم تطوير الفروع وانشاء سيستم وتجديد الفروع للي هيستلم، تمام. لكن في ما هو اخطر من ذلك، في انه ديون كتيرة جدا كانت، انا عندي لسه المسؤوليات دي جايه لي قريب، ديون كتيرة جدا كانت لصالح البنك على شركات وافراد تانية غير اللي تسدد لهم الفلوس، كان اعتبارها ديون معدومة وتم رفعها من على السيستم خالص قبل عملية البيع، ثم بعد البيع يعيدت على السيستم تاني وقال البنك بتحتها. اذا البنك خد الديون دي، الديون دي حوالي 5 مليار جنيه مصري، يعني البنك خد هدية فوق البيعة حوالي 5. اولا هو البنك ده اتباع ببلاش، لانه كان احتساب سعر السهم على 12 دولار، في حين ان سعر السهم وقتها كان يعادل 38 دولار، لان بنك اسكندريه كان له اسهم
في بنك المصري الامريكي لما جه باعها احتسب السهم ب 38 دولار، وبالتالي في فرق في سعر السهم من 12 دولار ل 8 دولار. شوف ده كله يفرق قد ايه. لكن عملية البيع مش دي بس المخالفات الوحيدة اللي شافت. لك ان تعلم ان عملية ان اصول بنك التنمية تقييمها 500 مليون جنيه مصري. انا لك ان تعلم برضو ان فرع القاهرة لوحده اللي هو في شارع قصر النيل، بل انه هذه الصفقة تم بيع فرع اثري فيها مدرك في الاثار مقيدة اثر اتباع ضمن الصفقة. يعني انت هل ينفع انك انت تبيع الهرم او الهول مثلا؟ ما ينفعش، لانه اثر اتباع ضمن الصفقة فرع اثري كان اللي هو فرع شارع شريف، كان المفروض يتشال من الصفقة. طيب يعني النهاردة انا لم اقيم تقييم عادل ولم اقيم يعني اصول نفسها ما تقيمش تقييم عادل ولا الصفقة اتقيمت بسعرها الحقيقي. طيب من ضمن بنود عقد البيع ان المفروض البنك يقيد الاسهم، يقيد اسهم البنك في البورصة في خلال 365 يوم. طيب مر على البيع ده من سنة 2006، يعني مر عليه اكتر من 5 سنين دلوقتي. الاسهم ما اتقيدتش لحد دلوقتي في البورصة، لحد اللحظة دي البورصة بعتت لهم جواب غرامتهم 15,000 جنيه عشان ما يدوهاش. طب ليه هم ما يدوهاش في البورصة بقى يا استاذ سعيد؟ لان السهم ده لو يتقيد في البورصة قيمته الحقيقية هتبان، وبالتالي مساحتهم هتبان، وهم من وقتها لحد اللحظة دي ما قيدوش الاسهم في البورصة. يعني عندنا شركات لا تساوي شيء واسهمها في البورصة. يعني عندنا شركات ما لهاش اي قيمة. لك ان تعلم ان بنك اسكندرية ليس له اسهم متداولة في البورصة. وبعدين كمان من ناحية تانية هم مش عايزين يعيدوا الاسهم دي، لان لو قيدوها الصبح المصريين هيشتروها، وبالتالي يصبح يعود البنك نفسه. هذه الصفقة كمشبوهة جدا لان وقع عليها منفردا يوسف بطرس غير. طيب لا مش كل المخالفات برضه اللي في الصفقة دي يا استاذ سعيد، هناك مخالفة صارخة من ضمن بنود العقد انه لا يجوز للمشتري انه يبيع اي سهم من اسهم البنك في خلال 3 سنوات. طب حصل ايه في خلال اول سنة من شراء البنك؟ حصل حاجتين. الحاجة الاولانية ان فرد اولي اندمجت في مجموعة يهودية اسمها انتيجا، وبالتالي احنا ادينا بنك اسكندرية لليهود لان انتيجا اندمجت في سان باولو، وده ما كانش يجب بموجب القانون ان هو يبيع او يندمج في اي كيان تاني في خلال 3 سنين. طيب مش دي برضه المخالفة الوحيدة، هناك مخالفة اخرى اكثر منها. قانون البنوك يمنع بيع 10% اكثر من 10% لاي من اي بنك اي جهة ما. طيب انا هم جم بعد البيع وباعوا 75% عشان القانون بيمنع اكثر من 10%، باعوا 75% لمؤسسة مشبوهة اسمها مؤسسة التمويل الدولية. وانا مش قادر افهم مؤسسة التمويل الدولية دي ليه عايزة تمتلك حصص في الشركات المصرية المراعة او البنوك المصرية المراعة، لان احنا اكتشفنا ان نفس مؤسسة التمويل الدولية واخدة برضه 75% من عمر بندي بعد بيعه من المشتري. ودي مسألة بتدور حواليها شبهات وبتدور حواليها علامات استفهام كتير ولازم يتم توضيحها. فهذه الصفقة تعتبر من يعني عايز اقول لك التاريخ المصري لن يرى مثيلا لها. واحنا لما يبقى عندي انا بنك بيكسب وبنك مصري وبيخدم الاقتصاد المصري مفيش ابيع بهذه الطريقة. طيب البنك بعد البيع بقى، هل البنك بعد البيع بيساهم في الاقتصاد المصري يا استاذ سعيد؟ البنك بعد البيع تحول لكشك اقراض سيارات وتشجيع مصرفية وفيزا ماستر كارد، قرض شخصي ما يزيدش عن 100,000 جنيه او قرض سيارة او ده مش مساهمة في الاقتصاد المصري، ده تهريب. انا استاذ شحاتة الحقيقة يعني الموضوعات اللي انت بتصيرها يعني الواحد ممكن يقعد يتكلم فيها سنين وما تخلصش في الحقيقة. يعني احنا مش شبعانين من كلامك ودقتك في معلوماتك ورؤيتك
روحك الوطنية الحريصة على امال العام وكأنه مالك الشخصي وكأنه مال ولادك يعني. دي حاجة يعني في الحقيقة حسنها يعني، واعتقد ان كل الناس سواء اللي معانا جوه الشات او اللي بره الشات حسنها. طبعا لازم حضرتك تعرف ان احنا متعودين على مدى عشرات السنين يعني بنتفرج على التلفزيون لكن مش بنشارك. عشان كده احنا عندنا شعار في قناة توت تقول التلفزيون جهاز ديكتاتوري والانترنت جهاز ديمقراطي. فالناس متعودة على انها تتفرج ولكنها ما تخشش وتشارك. عشان كده هتلاقي عدد الناس اللي بتخش وتشارك في الشات هو عدد قليل بالقياس العدد الكبير اللي بيبقى موجود بره بيكتفي بالمشاهدة فقط. ده بحكم العادة يعني، ان عشان من سنين الناس متعودة انها تتفرج بس، فما بيبقاش سهل قوي ان انت تغير عادة بقالها عشرات السنين. ولكن احنا وكل الناس المحترمين اللي زي حضرتك وزملائنا اللي بيقدموا برامج على قناة هم ايضا يعني بيحاولوا يجذبوا الناس انها تخش من بره الشات على جوه الشات. بنشكرك استاذ شحاتة شكر كبير جدا، مش الشكر خاص بمشاركتك معانا في البرنامج، في الحقيقة الشكر بالاساس لجهدك والمجهودك المحترم اللي بتبذله دولة للحفاظ على فلوس الناس الغلابة اللي مش قادرين رغم حكم المحكمة قبل الثورة بحوالي 3 شهور تقريبا. المحكمة حكمت حكم بحد ادنى للأجور، ولغاية النهاردة بعد الثورة باكتر من سنة ما صدرش قرار بقانون زي قرارات القضاء بحد الحد الادنى للأجور. بنشكرك يا استاذ شحاتة شكر عظيم، وبنتمنى ان احنا نستكمل معاك الحوار، لان حوارك ما ينفعش معاه حلقة ولا 2 ولا 3. بنشكر كمان كل الضيوف اللي شاركونا من داخل الشات او من خارج الشات. والشكر مرة اخيرة للاستاذ شحاتة المحامي مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية وصاحب مبادرة معا لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. لو كتبتوا الاسمين دول على الفيسبوك هتقدروا توصلوا بسهولة، او على جوجل سيرش مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية او مبادرة معا لإنشاء الهيئة لمكافحة الفساد. بنشكرك استاذ شحاتة، ونشكر كل اعزائنا اللي شاركونا من جوه الشات ومن خارج الشات. وموعدكم يوم السبت الجاي ان شاء الله مع الدكتورة زينب نور وبرنامج ارض شات، ويوم الحد الجاي هنتقابل انا معاكم ان شاء الله نتكلم عمر يوم الحد الجاي في برنامج بدون رقابة. نشكركم